هنحكي حكاية العصفور الكناري. عصفور الكناري وعصفور التاني الرصاصي ده اللي هو بتاع الشوارع ده، عارفينه؟ اللي بيقف على الشجرة واللي بيجي قدام بيتنا، عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه. كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في عصفور الشوارع ده الرصاصي قاعد عمال يتنطط كده ويلف على الشجر، قام بص لقى ايه؟ لقى قفص جميل ملون وجواه عصفور كناري ملون كمان. قعد يقول ايه؟ الله، انا نفسي اكون زي الملون، العصفور الملون الجميل ده. وبعدين وكمان ليه قفص ملون، وكمان في واحد بيحط له اكل وبيحط له ميه. الله، انا نفسي اكون ملون قوي ونفسي يكون لي قفص حلو كده. وبعدين فضل يطير وهو زعلان ويقول يا رب انا ليه ما خلقتنيش ان انا اكون رصاصي ملون؟ ليه انا رصاصي ليه؟ كان نفسي اكون ملون زي العصفور الحلو ده، ويجيبوا لي اكل لغايه مكاني، ويجيبوا لي قفص حلو ملون كده. فراح قعد عند شط البحر، وبعدين قال ايه؟ نام شويه كده. فراح حلم الحلم ده ايه بقى؟ حلم ان هو بقى عصفور ملون وجميل. فضل فرحان ويقول الله، انا ملون عصفور ملون، انا جميل، انا شكلي حلو. وفضل يطير بقى. راح واقف على بلكونه واحد كده وفي طفل صغير. الطفل اول لما شافه ساب العصفور يدخل كده عند الاوضه بتاعته، وبعدين راح ماسكه وقال ايه بقى؟ قال الله، عصفور كناري ملون ده جميل، انا عندي قفص ملون هحطه فيه وهجيب له اكله وشربه وهعمل له حاجات حلوه. وبعدين جه الولد حطه في القفص الملون، وبعدين الولد سابه ومشي ونسي ولا حط له اكل ولا ميه ولا اي حاجه. العصفور بقى الرصاصي اللي كان حلمان اللي هو ملون ده فضل يقول الله، انا عندي قفص ملون وانا مش ملون، بس مين اللي بيجيب لي اكل؟ ولا حد جاب لي اكل. الولد مشي وسابني ومشي ولا حد جاب لي اشرب. وكمان انا مش عارفه اطير، انا محبوس كده ليه؟ انا مش عايزه اكون محبوس، مش عايزه اكون ملون. وقعد يزعق يقول انا مش ملون. وبعدين فاق وهو بيفوق كده بص للميه كده في الترعه لقى شكله رصاصي. قال الحمد لله يا رب، انا مش ملون، الحمد لله، مش عايزه اكون ملون، انا مبسوط ان انا رصاصي، مبسوط يا رب. وتوته خلصت الايه؟ الحدوته. حلوه ماشي. اتعلمنا ايه بقى من القصه دي؟ اتعلمنا ان كل واحد اللي لونه رصاصي يقول الحمد لله ان انا لونه رصاصي، واللي لونه ابيض ملون وشعره اصفر يقول برضو الحمد لله ان هو شعره اصفر. محدش يقول يا رب ليه انا شعري مش ملون ولا انا شعري مش اصفر. كل واحد ربنا خلقه لحاجه معينه بميزات معينه، كل واحد يفرح بالحاجه اللي ربنا اداها له. برافو عليك. كل واحد يحب شكله ويحب شخصيته علشان ربنا كمان ايه؟ يحبه. برافو عليك. يبقى احنا اتعلمنا من القصه ان كل واحد يكون مبسوط بايه؟ بلونه وبشكله وبشعره وبكل حاجه ربنا اداها له، عشان كل واحد ربنا عارف بيديله الحاجه دي عشان تكون مناسبه ويديله حسنات. برافو عليك يا ملك.